بكم مرة واحدة أخرى في قناة فدوى بيلا شانيل. واليوم جبت لكم جوج أنواع الحلويات. الحلوة الأولى هي من آلة الحلويات المغربية العريقة، حلوة المكرون البلدي أو غريبة اللوز المعلكة. كتجي يا سلام معلكة فعلا، كتجي لذيذة ورائعة وزوينة. وهي درت فيها واحد الإضافة اللي هي معلقة ديال الطحين الابيض او الفورس. كتجي هي اللي كتخليها مجموعه، ما كتسيحش في الفرن ملي كتبغيو طيبوها. كتجي لذيذه يا سلام. المقادير ديالها بسيطه، واللي هي 250 غرام ديال اللوز مطحون بقشورو، عندي هنايا سكر ديال الفاني، عندي قبصه الملح، جوج بيضات حتى لثلاثه ديال بياض البيض، عندي 200 غرام سكر كلاصي، وعندي معلقه كبيره ديال مربى البشمش، ومعلقه كبيره كي قلت لكم ديال دقيق خاص بالحلويات. هنا كي كتشوفوني طحنت اللوز بالقشور ديالو هكاك، ما محمر ما والو، خضر طحنته بحال هكاك. تقدروا تستعملوا كاوكاو حتى هو كيجي زوين، ولكن انا هاد الحلوه صيبتها باللوز كيفاش معروفه كدار من قبل، من الزمن الجميل، اللي هي حلوة ديال المكرون او غريبه ديال اللوز معلكه. هنا ضفت داك 200 غرام ديال السكر مع معلقه كبيره ديال الدقيق الابيض خاص بالحلويات. تقدروا هنا تستعملوا سكر بنكهه ماء الزهر، انا ما كانش عندي متوفر، درت غير العادي. قبصه الملح، وعندي معلقه كبيره ديال مربى المشمش، ومن بعد كنضيفوا داك البيض كي قلت لكم. الا كانوا عندكم جوج بيضات كبار استعملوا غير جوج، الا كانوا عندكم البيض صغير استعملوا 3 ديال بياض البيض. هنا كنجمع العجينه ديالي من غير بيديا بلا ما تحتاجوا كاع على الجانه. كي كيبان لكم العجين كيتلصق في اليدين وجاري، ما تخافوش منه. هنا كنديرو في واحد البول، كنغطيه بلاستيك غذائي وغندخلو للثلاجه. من الاحسن ومن الافضل انكم تخليوها تبات ليله كامله، باش ملي كتبغيو تكوروها كتبقى لكم مجموعه، وحتى في الطياب كتعطيكم الطعم في الطياب وما كتسحش لكم في الفرن. وانا كي قلت لكم السر والاضافه اللي ضفت ليها هي داك معلقه ديال الدقيق. هنا ضروري دهنوا بيديكم بالماء زهر وكنعبروا الكويرات ديالنا. انا درت ما بين 23 24 غرام، تقدروا ديروا كتر على حسب الرغبه ديالكم. انا كيعجبوني متوسطين، ما كبار ما صغار. هنايا صافي غنكوروا كاع الكويرات ديالنا، وغادي نديروا عليهم داك اللوزه من الفوق، هي اللي كتعطي هذاك المنظر. عرفتي بلا ما نزيد نشكر لكم هاد الحلوه كي كتجي رائعه وزوينه. جربوا نفس الطريقه كي درت ليها انا، وما تنساوش داك المعلقه ديال الفورس، كتخليها مجموعه ومعلكه حتى من الداخل، كتجي زوينه وما كتجيش حلوه. حيت كاين اللي كيدير 250 ديال اللوز مطحون، اللوز كيدير 250 ديال السكر ناعم. لا، انا نقصت درت غير 200 غرام باش ما كتجيكمش حلوه بزاف. كاين اللي كينقص كيدير غير 150 غرام على حسب الرغبه، كتجي معلكه يا سلام. ندوزو المقادير ديال الحلوه الثانيه ديالنا بلا ما نطول عليكم. انا هنايا فرقتهم قناه فدوى بيلا شانيل. ما تنساوش تبارطاجيو، وما تنساوش ديروا لي سبسكرايب ولايك وتكتبوا لي شي كومنت زوين بحالكم. دوزوا المقادير التاليه ديال هاد الحلوه هادي حتى هي ما غنشوفهاش لكم بزاف، كتجي رائعه وما تصوروش. بناتي حماقوا عليها، عجباتهم، قالوا لي يا مامي صايبي لي هنا عاوتاني دغيا سالات، والله لا دغيا سالات. كتجي كي كتشوفوا هنايا في الفيديو زوينه ومعلكه من الداخل، وفيها داك المذاق ديال الكاوكاو اللي حمصتو او لا حمرتو نص تحميره، ما تحمروهش بزاف. كتجي زوينه رائعه. كاين اللي هنايا كيدهنها من النباج من بعد، انا خليتها بحال هكاك طبيعيه
ندوزو المقادير. عندي 500 غرام ديال كاوكاو اولا الفول السوداني، عندي كوب وربع السكر تقريبا 180 غرام، 2 بيضات، معلقه كبيره ديال الكوفيتير او مربى المشمش، معلقه كبيره ديال الماء الزهر، وعندي خميره ديال 4 غرام. بلا ما ننسى شي حاجه ضروري كنظن قبصه الملح، ما عرفتش واش درتها ولا لا. المهم هنا كاوكاو كيفاش كتشوفوني طحنته مزيان، نيلته. انا ما بغيتش نسرع الفيديو باش تشوفوني في الطريقه كيفاش درت ليه، كيتجي سهله ما كتاخذش الوقت. تقدروا تعجنيها بالليل وطيبيها لغدا، سهله في الصباح منين توجدي الفطور ديالك تدخليها الفران، دغيا كتكوريها ودغيا كطيب، ما كتاخذش بزاف، ما بين 12 دقيقه حتى 15 دقيقه. هنا كنديروا داك السكر 180 غرام، معلقه كبيره كي قلت لكم ديال مربى البشمش، هنا قبصه الملح كي قلت لكم، و4 غرام ديال بيكين باودر، خميره ديال الحلوى. هنا داك معلقه كبيره ديال ماء الزهر وجوج بيضات. كتجمع غير بيديا. نفس العجين ديال الحلوى ديال اللوز المعلقه، نفس الشيء كتجمعيها، كتجي كتبان لك جاريه في يديك، ما تخافيش منها، راه هي ملي كتبيتيها في الثلاجه ولا غدا كطيبيها راه كتبقى مجموعه، ما كتسيحلكش بزاف، كتجي رائعه رائعه. هنا كيشتوني درتها في بول ديال الزاج، غطيتها وبيتها في الثلاجه كي قلت لكم ليله كامله. والله لا كتجي زوينه زوينه، ما غاديش نشكرها لكم، مازال تجربوها وغادي تعرفوني علاش داويه. هنايا نفس الشيء كندهن يديا، ماشي ضروري دهنوا يديكم، كنظن ما دهنش يديا لا ما كتلصقش. كنديرها في بياض البيض وكنديرها في اللوز ايفيلي. الا ما كانش عندكم توفر اللوز ايفيلي تقدروا ديروها في كاوكاو مطحون، حمروه حتى هو بالقشور ديالو، طحنوه خليوه ما طحنوش بزاف، وجمعوه بهاد باليد البيض، حتى هو كيعطي منظر رائع وزوين لهاد الحلوى هادي ديال الكاوكاو، او بحال ديال الكاوكاو كيف ما بغيتيو تقولوا ليها، كتجي زوينه. كي قلت لكم الفران 170 درجه، حوالي ما بين 12 دقيقه حتى 15 دقيقه، ما تغفلوش عليها، راه دغيا كطيب. انا كنديرها الفوق حتى كطيب مزيان من التحت. وبالنسبه للوجه ديالها ما كنشعلش كاع عليها الوجه، كنخليها الفوق حتى كطيب من التحت، ومن الفوق كنخرج هذاك الساعات، ما كنحتاجش نشعل الفران من الفوق حيت انا عندي الفران ديال الضو. شوفوا كيفاش كتجي من الداخل زوينه زوينه، معلكه رائعه في المذاق. كنتمنى ان تعجبكم هاد الوصفات ديالي بجوج ديال هاد الحلويات هادو. ما نساونيش من التعاليق مره اخرى، من اللايكات ديالكم، شكرا لكم بزاف، وان شاء الله نتلاقى معكم في فيديو جديد اعمق قريب. السلام عليكم.